الفيديو ده اهداء لكل حبايبي النهارده. عشان نعرف بلدنا فيها اماكن حلوه واماكن جميله. انا على مكان اسمه قناطر زفتة. شلالات اهيت قناطر زفتة او قناطر ال50 عين. اتسمت قناطر ال50 عين لان عدد العيون اللي انتوا شايفينها ده 50 عين، وجاب منحدر شلاله اهيت. قناطر ده عمرها بالظبط كده حوالي 121 سنة. تم إنشائها في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وتم وضع آخر حجر في بناء هذه القناطر سنة 1903. مكان لو تم استغلاله هيبقى مكان سياحي لمصر. يعني أنا صديق من كفر بهيدة مركز متغمر، الأستاذ عاطف سليمان هو اللي قال لي عليه، فأنا صممت إن أنا أروح أشوفه على الطبيعة. مكان جميل جدا، بحس ان انا في منابع النيل. صوت الميه وصوت الشلال يسعدك بجد. من عند قناطر كفر سرنجة اللي هي اصلا قناطر دهطورة، قناطر ال50 عين. في ناس واقفه عشان تعرفك ان مفيش عمق، هو واقف على رجليه اهوت. الفيديو ده اهداء لكل حبايبي النهارده. عشان نعرف بلدنا فيها اماكن حلوه واماكن جميله. انا على مكان اسمه قناطر زفتة. شلالات اهيت قناطر زفتة او قناطر ال50 عين. اتسمت قناطر ال50 عين لان عدد العيون اللي انتوا شايفينها ده 50 عين، وجاب منحدر شلاله اهيت. قناطر ده عمرها بالظبط كده حوالي 121 سنة. تم إنشائها في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وتم وضع آخر حجر في بناء هذه القناطر سنة 1903. مكان لو تم استغلاله هيبقى مكان سياحي لمصر. مكان جميل جدا، بحس إن أنا في منابع النيل. صوت الميه وصوت الشلال يسعدك بجد.